قصر الخديوي إسماعيل اللي هو دلوقتي فندق مينا هاوس الهرم. تعالوا أقول لكم حكاية القصر اللي اتحول لفندق. مينا هاوس بناه الخديوي إسماعيل باشا سنة 1869 على مساحة 40 فدان، علشان يكون استراحة خاصة بيقضي فيها أوقاته بعد رجوعه من رحلات الصيد الطويلة، وعلشان يقابل ضيوفه فيها. الاستراحة دي بتطل على هضبة الأهرامات، وحواليها حدائق الياسمين بروايحها العطرية، وكأنها واحة خضراء في قلب الصحراء. بعد كده وسع الخديوي إسماعيل الاستراحة وحول المبنى لقصر لضيوف حفل افتتاح قناة السويس. وفي سنة 1883 باع الخديوي توفيق القصر لساري بريطاني وزوجته فريدريك وجيسي هيت. بقى القصر سكن خاص ليهم، وسعوه وأطلقوا عليه اسم مينا نسبة للملك مينا. وأضاف فريدريك لمسات إنجليزية من المواقد الكبيرة في الأركان اللي كانت غير عادية في مصر في الوقت ده، ولكن ادت شكل رائع للمكان لما اختلطت بالمشربيات والبلاط الأزرق اليدوي والبيبان الخشب المنقوشة يدويا والمطعمة بالنحاس والصدف. وفي سنة 1885 باع القصر لرجل إنجليزي وزوجته كانوا من عيلة اشتهرت بعشقها للآثار المصرية القديمة. قررت تحول القصر لفندق مينا هاوس، واللي افتتح لعامة الشعب في سنة 1886. وتحول القصر المستشفى في أواخر الحرب العالمية الأولى. وبعد كده انتقلت ملكية الفندق من عائلة لوكيه لشركة الفنادق المصرية، اللي كانت تمتلك فنادق تاريخية زي شيبارد والجزيرة بالاس اللي هو دلوقتي فندق ماريوت القاهرة. مع قيام ثورة 23 يوليو سنة 1952 تم تأميم الفندق وإعادة ملكيته للحكومة المصرية. في سنة 1971 اشترى الفندق ري بهادور موهان سينج وشركته، وهم الملاك الحاليين لفندق مينا هاوس. وهي دي كانت حكايتنا، حكاية القصر اللي اتحول لفندق.